السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أحبابي في الله. في هذا الفيديو إن شاء الله سأريكم طريقة إصلاح عطل الواي فاي، العطل الذي يصيب الواي فاي وهو عطل شائع في هواتف أديس إس. لقد قمت بحمد الله بإصلاحه كما تشاهدون معي. الواي فاي شغال كما تلاحظون معي. قد كان في هذا الهاتف عطل الواي فاي وتم بحمد الله إصلاحه، وسأريكم إن شاء الله الطريقة البسيطة التي اتبعتها لإصلاح هذا العطل. كل ما عليكم فعله هو متابعة هذا الفيديو إلى الأخير لمشاهدة كل ما قمت به من الأول حتى الأخير. سأشرح لكم بالتفصيل. سأقوم بإطفاء هذا الهاتف. سأريكم طريقة. سنقوم بإزالة البطاقة الأم. كما تلاحظون معي هذا الغطاء كما تشاهدون معي كان بهذا الشكل هنا. كل ما قمت به هو التسخين على هذا الغطاء وإزالته، ثم بعد ذلك قمت بالتسخين على هذا الاي سي. هذا هو الاي سي المسؤول عن الواي فاي. هذا هو الاي سي الذي يصيبه العطل. الحمد لله قمت بالتسخين عليه جيدا، ثم بعد ذلك قمت بالتجربة فنجح معي الأمر. لكن في بعض الأحيان قد لا ينجح معك الأمر. في بعض الأحيان تقوم بالتسخين عليه لكن لا يشتغل معك. كل ما عليك فعله آنذاك هو إزالته. في البداية لا تقوم بإزالته، قم بالتسخين عليه جدا ثم قم بالتجربة، وإن شاء الله سينجح معك الأمر. في حالة ما إذا لم ينجح معك الأمر ستقوم بإزالته وإعادة الشبلنة لهذا الآي سي، ثم بعد ذلك استرجعه إلى مكانه وقم بالتجربة، وإن شاء الله سينجح معك الأمر. في حالة ما إذا لم ينجح معك الأمر للمرة الثانية ستقوم بتغيير هذا الاي سي. يجب عليك تغيير هذا الاي سي، وآنذاك إن شاء الله بدون شك سيشتغل معك الواي فاي. هذا كل ما قمت به. الآن سأقوم باسترجاع هذا الغطاء إلى مكانه وسأريكم الواي فاي شغال بشكل جيد جدا. سأقوم باسترجاعه إلى مكانه ثم نعود لكم. كما تلاحظون معي قمت بإرجاعه إلى مكانه. الآن سأتركه حتى يبرد. سنترك البطاقة الأم حتى تبرد، ثم بعد ذلك سأقوم بالتجربة أمام أعينكم إن شاء الله. ستلاحظون النتيجة. نتركها إلى أن تبرد.
سأقوم باسترجاع الكاميرات. بسم الله. الآن سنقوم بالتشغيل الهاتف. كما تلاحظون معي شغل من الهاتف. كما تشاهدون معي الواي فاي شغال 100%. كما تلاحظون معي سنقوم بالتجربة مثلا على اليوتيوب. ننتظر لأن هذا الهاتف للأسف غير سريع، بطيء للغاية. ننتظر. كما تعلمون هذا الاي سي الذي قمت بالتسخين عليه مسؤول على الواي فاي وكذلك على البلوتوث. كما تلاحظون معي البلوتوث هي الأخرى شغالة معنا. كونكتي. للأسف هذه الهواتف أصبحت بطيئة للغاية. كما تلاحظون معي الهاتف شغال 100%، ولله الحمد. تم إصلاح هذا العطل والحمد لله. نتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. هذا كل ما لدينا أحبابي في الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وكذلك تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم.